السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سعيدة جدا بلقياكم مجددا، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية بإذن الله. وصفتنا اليوم وجبة غداء للعاملات الموظفات وكذلك حتى ربات البيوت والمبتدئات. كتجي بنينه بزاف مع السر اللي يخليو الرز هكذا كيجينا حبه حبه مع اللون الشعريه اللي كتخلط مع الرز، وكذلك مع واحد الصلصه اللي كتجي خاطره مع صدور الدجاج اللي كتجي فتيه بزاف بزاف وبنينه، وكذلك مع سرت السلطه باش تعطيكم واحد المذاق بتاع المطاعم الكبرى. تبعوا الفيديو للاخر باش تستافدوا اكثر، وان شاء الله هتبقى معتمده عندكم اكيد باذن الله. الى اول مره كتشوفوني انا زين بازكري على قناه وصفات لذيذه هابي فود. الى عجبكم فيديو دعموه باللايك او الاعجاب فيديو ولا الاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس هكذا باش توصلوا بجميع الوصفات ان شاء الله اللي كتكون سهله وبسيطه. ما نطولش عليكم، نخليكم مع طريقه التحضير، فرجه ممتعه. ونبداو بسم الله على بركه الله. بالنسبه لاول حاجه عندي 4 صدور الدجاج اللي كيكونوا بحجم متوسط هكذا صغيورين شويه. غسلتهم مزيان بالماء والملح والخل ونشفتهم جيدا من الماء، وكان نزول لهم طبعا الجلده بتاعهم. هنا كنفلحهم بالسكين بهذه الطريقه هذه، وكنتبلهم بالقليل من الملح هكذا حاجه خفيفه، والقليل من الفلفل الاسود اي الابزار هكذا باش كيعطينا المذاق جميل. هنا نبقى ندهنهم جيدا، ملي كنرش عليهم الملحه والفلفل الاسود كندهنهم مزيان بهذيك التوابل حتى كيدخلوا لينا مع داك التفلاح ديال اللي حنا استعملناه او هذوك الشروط اللي استعملناهم في صدور الدجاج بهذه الطريقه هذه. كنحضر واحد المقلاة او قميله اللي كتكون بهذا الشكل هذا اللي كيكون القاع بتاعها يعني كبير شويه هكذا، وكنحطها على النار. كنضيف القليل من الزيت هكذا، واحد الكميه هكذا قليله، وكنضيف كذلك واحد المغصو ديال الزبده او ملعقه كبيره من الزبده هكذا باش كيعطينا هذاك المذاق. السر ديال الصلصه بتاعنا اللي غتخرجوا ان شاء الله والمذاق بتاعها هو الزبده اللي كيعطيها واحد المذاق اللي فاخر جدا. مباشره كنحط هذاك صدور الدجاج من بعد ما تبلناهم ودخلنا التوابل فيهم جيدا بالفرشاه. كنبقى نقلب فيهم هكذا كنشحرهم مزيان حتى كيقرب يدخل فيهم الطياب، وفي نفس الوقت انا بغيتهم يكسبوا ليا واحد اللون هكذا تيكون ذهبي، يعني كيتحمروا لينا بواحد التحميره اللي جميله جدا. وانتم تشوفوا الشكل بتاعهم. مباشره كنبقى نقلب فيهم من هاد الجهه ومن هاد الجهه حتى كيدخل معاهم الطياب. كيف كتشوفوا من بعد ما تحمروا ليا بهذه الطريقه هذه كنزولهم وكنحطهم في واحد الصحن جانبا هكذا حتى نحتاجوهم من بعد. بنفس المقلاة وداك الزيت والزبده اللي تبقات فيها كنضيف ملعقه صغيره من الثوم بمقاس 3 فصوص الثوم، حكيتهم مزيان بشرتهم. وغنضيف كذلك بصله اللي كتكون كبيره مفرومه ناعم يعني مبشوره تتكون رقيقه بزاف. هنا كندخل الزبده والثوم بالسباتيلا في الزيت اللي عندنا والزبده، وبنفس الطريقه كنزيد نضيف لهم واحد ملعقه كبيره من الزبده او مكعب هكذا من الزبده هكذا باش كنكسبوا المذاق اللي جميل. كنبقى نقلب فيهم بشويه بشويه حتى كتذبل لينا هذوك عفوا البصله، يعني البصله خاصها تذوب لينا. مباشره كنضيف لهم ملعقه كبيره اللي تتكون بومبي من الدقيق الرطب متعدد الاستعمالات اي الفورس، ونبدا ندخل الدقيق مزيان في البصله جيدا جيدا. ومباشره كنضيف لهم كاس من الحليب مقاس الوزن 200 ملي، ونقلب مزيان مزيان بالسباتيلا حتى كندخلوا هذاك الدقيق والحليب جيدا. هذاك الدقيق كيتفتح لنا مزيان مع الحليب. مباشره كنضيف لهم كاس من صلصه الكاري. بالنسبه لهاد الصلصه الكاري ممكن تعوضوها بالكريمه الطبخ، راه هي كريمه الطبخ غير هو ضايفين ليه الكاري، فكيبقى على حسب الاختيار. الا ما توفرش عندكم كتضيفوا كريمه ديال الطبخ، الا ما توفرش عندكم كريمه ديال الطبخ كتكتفيو بالدقيق والحليب، يعني نتوما كتزودوا كاس ثاني من الحليب. مباشره كنضيف لهم كاس من الماء وكنخلط مزيان 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 هكذا باش كيعطينا هذاك القوام. من نقفلوا عليه عفوا كنخليوه يطبخ لينا باش ما يتحرقش لينا هذاك الكريمه وكتقل لينا بسرعه. هنا كنخلط مزيان وكنضيف واحد الكميه ديال الملح طبعا كيبقى على حسب الذوق، وكنضيف راس ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، وكنخلط الخليط بتاعي جيدا وكنقفل عليه وكنخليه اون فوا كيبدا يغلى لينا. غير كيغلى لينا كنزول الغطاء بتاعنا. مباشره كنضيف لهم هذاك الدجاج اللي حنا حمرناهم، كنرجع الدجاج الصلصه بتاعنا، وكيف ما كتشوفوا كنخلطو مزيان هكذا بد ما يدخل ليا داك الدجاج في الصلصه وما كتبقاش ليا ديك البصله لتحت بوحدها، وكنعاود نغطي عليهم لمده 10 دقائق. وفي نفس الوقت ما تخليوش يتشرب لكم، يعني خليو هذيك الصلصه هكذا
كتقال لكم غير شويه باش تسقيو بها للرز بتاعكم. كيف كتشوفوا ما شاء الله تحصلنا على هذه الوجبه هذه اللي رائعه جدا. كيف ما قلت لكم باش تعوضوا صلصه الكاري بالكريمه، اللي ما توفرش الكريمه كتعوضوها بالدقيق والحليب. صافي حنا وجدنا الوجبه بتاعنا. هنا باش نحضر للرز انا عندي هاد كوكو بوت. طبعا كيف تستعملوا هذه اللي متوفره عندكم، او تستعملوا هذه الجميله الحله تحطوها على النار تخليوها تسخن. كنضيف الكميه ديال الزيت وكنضيف الشعريه اللي بهذا الشكل هذا. اي شعريه متوفره عندكم كنحطها على الزيت بنفس الطريقه تستعملوها على النار على الغاز، غير هذا بتاع الضو. صافي هنا كنحمر هذيك الشعريه مزيان مزيان بهذا الشكل هذا حتى كتاخذ ليا داك اللون اللي تيكون احمر. كتحمر لينا مزيان كلها حبه بحبه، ما تخليو حتى حبه ما تحمرش لكم. كيف كتشوفوا معايا تحمرت ليا هنا بهذه الطريقه هذه وعطات اللون الذهبي مزيان. هنا كنكون موجوده 3 كوبايات او 3 كؤوس من الرز اللي كنكون غسلته مزيان. الرز ابيض بهذا الشكل هذا تنغسلوه مزيان حتى كينزل منه داك النشا وكنصفيه تماما. كنضيفو للشعريه. كنخلط الخليط بتاعي جيدا. بالنسبه للرز باش يخرج لكم حبه حبه خلطوه مزيان مزيان حتى داك الرز كيتلبس كله بالزيت. هو السر باش كتجيكم حبه حبه خاصو يتلبس كله بالزيت، يعني ما تخليو حتى شي حبه ما فيهاش الزيت. خلطوا مزيان 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 حتى كتدخلوا داك الشعريه في الرز مزيان وفي نفس الوقت كيتشرب الزيت بتاعنا. هنا كنضيف الملح طبعا كيبقى على حسب الذوق وكنخلط عاوتاني بنفس الطريقه. بالنسبه للطريقه ديال الطهيه البنات هنا بنفس الطريقه تستعملوها على الغاز. ملي تحطوا الكميله بتاعكم وتحطوا عليها كميه ديال الماء حتى كيغطي الرز كتخليوها على النار اللي تتكون عاليه في الاول. كتقفلوا عليها الغطاء وكتخليوها على النار اللي تتكون عاليه. اين فوا كيبدا كيغلى لكم غير يبدا كيغلى لكم كتنقصوا النار على الاخر حاجه وكتخليوه حتى كيطيب على راحته وكينشف على راحته ويعطيكم حبه حبه. بنفس الطريقه راه كتستعمل معايا هاد الكوكو بوت ديال النار. هنا مباشره من بعد ما تلبست الرز جيدا بالزيت كنضيف الكميه ديال الماء. بالنسبه للماء نزيد ثاني باش اين فوا يغطي ليا هذاك الرز من الفوق. خاص الماء يكون طالع على الرز شويه بهذا الشكل هذا. صافي وكنغطيه وكنخليه يطيب. كيف ما قلت لكم تخليوه يطيب على نار عاليه غير يبدا كيغلى لكم كتنقصوا عليه النار على اخر حاجه. صافي هنا نخليه يطيب. بالنسبه للسلطه انا استعملت المكونات اللي متوفره عندي في البيت. عندي الخيار قطعته على النصفين بهذا الشكل هذا اللي بدورو كيعطيه شكل جميل. كنقطعو على نصفين وكذلك كنقطعو اطراف صغيره بهذا الشكل هذا. هاد الطريقه ديال التقطيع كتعطي شكل جميل للسلطه بهذا الشكل هذا. وبنفس الطريقه نستعمل حبه البصل كنكون قطعتها على النصف وكنقطعها على شكل جوانح او بهذا الشكل هذا اللي كيكونوا رقاقين بزاف باش كيعطيو شكل جميل للسلطه. وكذلك بنفس الطريقه كنستعمل حبه الطماطم او المطيشه وكنقطعها مكعبات صغيره بهذه الطريقه هذه. وهنا كنكونوا تحصلنا على سلطه اللي بسيطه. السر اللي كيعطيها المذاق جميل بزاف بزاف. صدقوني دائما تبقاو تستعملوها في جميع السلطات بتاعكم. هي نضيف 2 معالق كبيره مقاس 2 معالق كبيره من القزبر وبقدونس. هذا هو السر تاع السلطه اللي كيعطيها جميل بزاف. غنضيف ليها عصره الحامضه هنا باش نتبل السلطه بتاعنا. نصف عصره من الليمونه او الحامضه. وغنضيف ليها كذلك 2 معالق كبيره من الخل بهذا الشكل هذا. كنضيف الملح طبعا كيبقى على حسب الذوق. والسر الثالث اللي تاع السلطه هو الفلفل الاسود. كنضيف هكذا واحد القبصه صغيره من الفلفل الاسود وكنضيف القليل من الزيت اي زيت المائده او زيت زيتون اللي متوفر عندكم. صافي وكنخلط المكونات بتاعنا جيدا جيدا وحطوها تبرد. ان شاء الله كتحصلوا على واحد السلطه اللي بنينه بزاف صحيه بالقزبر وبقدونس. وكذلك حتى الخضر اللي استعملنا في السلطه راه ما شاء الله راه معروفه اكيد ومع جميع الاسرار هكذا باش كتجيكم بنينه ما شاء الله. كيف كتشوفوا تحصلنا على هذه السلطه اللي رائعه. هنا مباشره كنرجعوا للرز. كيف كتشوفوا معايا من بعد ما طاب لينا ما شاء الله صدقوني كيطلع رائع. كيف تستعملوه في تاع الضوء نفس الطريقه تستعملوها في الغاز. كيف كتشوفوا معايا ما شاء الله الله اكبر. يعني كتطلع لكم حبه حبه ما كاينش ولا غلطه. كتخليو على النار عاليه في الاول حتى كيبدا كيغلى لكم. غير يبدا يغلى لكم كتنقصوا عليه النار. هنا ندوزو لطريقه التقديم. هنا كنضيف القليل من الرز او كنضيف واحد الزلافه او البول كنعمرها مزيان مزيان بالرز جيدا وكنقوم بالضغط عليها مزيان هكذا باش كترسم ليا على شكل زلافه بتاعنا. طبعا طريقه التقديم كيبقى على حسب اي واحد. وطريقه التقديم ديال المطاعم طبعا كيبقى على حسب اي واحد اللي بغى يقدمها بهذه الطريقه هذه. صافي كنقلبها على الصحن بهذه الطريقه هذه باش كتشكل لنا على شكل
الزلافه بتاعنا. ومباشره كنضيف الصدور ديال الدجاج اللي حنا طابوا لينا مع الصلصه. ما شاء الله صدقوني هاد الصلصه طلعت رائعه بنينه بزاف. انا عطيتكم البديل باش تعوضوا هاد صلصه الكاري، راه بنفس الطريقه تستعملوا معها في غير بالدقيق والحليب كذلك كتطلع رائعه. طبعا اللي عندكم الكاري ممكن تزودوه، الا ما عندكمش كصافي كتكتفيو غير بهذاك المكونات اللي قلت لكم، يعني بدون لما توفراتش عندكم صلصه الكاري، او كتعوضوها بالكريمه، كريمه الطبخ. كريمه الطبخ راه هي صلصه الكاري، غير هو ضايفين ليها التوابل تاع الكاري. صافي كنضيف الكميه ديال الدجاج. كيف كتشوفوا معايا الصلصه ما شاء الله كتحطوا الصلصه بهذه الطريقه هذه رائعه. كنزين بشويه القزبر فوق الرز هكذا، وحنا تحصلنا على وجبه غداء او عشاء للموظفات للمبتدئات. ما شاء الله ربة البيوت كيجي خطير بنين بزاف بزاف. صدقوني يبقى معتمد عندكم بهذه الطريقه هذه. انا ما عليا الا نقول لكم جربوا هذه وجبه الغداء، وان شاء الله نتوما تكتشفوا المذاق بتاعها باذن الله. نتمنى حبيباتي الغاليات هذا الفيديو ينال الرضا والاستحسان بتاعكم اكيد ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا تصدر الدجاج يعني طابوا بقاو هكذا طريين، والرز كيجينا حبه حبه ما شاء الله هو الاروع. والصلصه ما نحكيش عليكم يعني مذاقها يهبل يهبل. انا ما عليا الا نقول لكم كيف ما قلت لكم تجربوها انتم ان شاء الله تكتشفوا المذاق بتاعها ان شاء الله. نتمنى حبيباتي الغاليات وصديقاتي الغاليات هذا الفيديو لنا الرضا والاستحسان بتاعكم اكيد ان شاء الله. نخليكم في امان الله وحفظه. دمتم بالف خير. الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش اللايك وكذلك التعليقات بتاعكم اللي كتزيد تحفزنا ان شاء الله. نخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. في امان الله وحفظه. دمتم بالف خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.